المشروع تبعنا هو عبارة عن زراعة الفطر الأبيض اللي هو بسموه اسمه العلمي أجاريكس بايسبورس. هذا الفطر احنا جبناه أول مرة من هولندا، وتم إحضاره إلى قطاع غزة بعد يعني سلسلة من الصعوبات في المعابر والأمور هاي، ودخلنا غزة ونجحنا الحمد لله إنه احنا نستنسخ البذور تبعته في مختبرات الجامعة الإسلامية في غزة، وصارت هذه البذور والتربة منتج محلي بشكل 100%. الفطر يعني من الكائنات الحساسة جدا، هو بيحتاج درجة حرارة مناسبة ودرجة رطوبة مناسبة ودرجة تهوية مناسبة، فهو في هذه العملية كاملة بيحتاج انه يبقى بيئة متحكم فيها بشكل كامل. آلية الزراعة تبعته طبعا هو بمر بثلاث مراحل. اولا مرحلة السبونينج هي عملية انتاج الابواغ اللي هي البذور تبعته، والمرحلة الثانية الكومبوستنج هي عملية انتاج الكومبوست اللي هي التربة الخاصة فيه، والمرحلة الثالثة الأخيرة اللي هي الزراعة في ظل بيئة مؤقلمة بدرجة حرارة مناسبة ورطوبة مناسبة. هذا الفطر بتميز عن النوعيات الأخرى من الفطريات إنه هذا فطر ثنائي التغذية، وبالتالي كمية الإنتاج فيه مضاعفة، بتكون أكثر بكثير من كميات المحاري الأويستر والفطريات الثانية. المسألة الأخرى مسألة المذاق والنكهة في هذا الفطر، لأنه بيستخدم في الوجبات الغربية في البيتزا وفي التشيكن بيتزا وفي أغلب الوجبات الغربية، نكهته مميزة وأقوى، وفي التسويق مطلوب أكثر من الفطريات الثانية. احنا صراحة بنفكر انه احنا اول شيء نغطي سوق قطاع غزة في البداية، وبنفكر ان شاء الله في المرحلة الجاية ننتقل لسوق الضفة الغربية بإذن الله.